سلام الله عليكم يا الحباب. الفيلم ديالنا اللي مستوحى من قصة حقيقية كيبدا من الكراج ديال حبيبنا القرع تيري. القرع واخا كيبان خدام ولكن راه القضية عنده محزوقة يا جدك. مشى عند السيكريتيرا ديالو لانكريدو وقال ليه غدا خودي عطلة وريحي مع راسك حيت غتزوج بايدي الميكانيسيان اللي خدام معاهم نيت في الكراج. وبينما هو كيهضر معاه حتى كيوقفوا عليه شي ولاد الحباب مع دخلوا للكراج دقدقوا ليه الطوموبيلات وغنعرفوا باللي الشاف ديالهم تجيسا وكيتسال تيري شي فلوس وصيفطوهم عنده باش يعطيوه انذار حيت تعطل عليهم بزاف. القرع بدا كيهدنهم ووعدهم باللي غادي يعطيهم الفلوس وهما غاديين. من تما وقفت عليه عشيرته مية ما طلباك مارتين سولها اش كدير هنا. قالت ليه باللي عندها ليه واحد العرض ودارت معاه في واحد المطعم وتحركت في حالها. نرجعوا للور دابا ونديروا واحد الفلاش باك قبل 3 شهور. هذا المحقق تيم وهذه المحققه قال الحاجه المشتركه بيناتهم هي بجوج خدامين على واحد القضيه ديال واحد العزوه سميتو مايكل عبد الملك وكيلقبوه بمايكل اكس. هاد خونا بزنس كبير ورجل اعمال واي حاجه مكتوب حداها ممنوع كيديرها لحياه مو. من بعد مده البوليس تابعين وقدروا يجمعوا عليه بزاف ديال الادله جروا بهم للمحكمه ومع كاع التهم اللي ثبتوا عليه كانت القليله غادي يتحكم بواحد 20 عام ديال الحبس. ولكن خونا غيجبد لهم في المحكمه واحد الحاجه ما توقعوهاش منه. مايكل كان كيتعامل مع واحد الصاد سميتو ليو عنده دار ديال قله الحياه كيدبر عليه في المقابل كيخليه يصور ليه الكليان ديالو اللي كانوا الاغلبيه ديالها شخصيات مهمه في الدوله وزراء وبرلمانيين وزيد واكثر من هذا الشيء خلى واحد الاميره دخلت مع واحد جوج من الرجال ديالو في علاقه وصورهم وهذه كانت هي الضربه القاضيه اللي دار للدوله. مع حكموا عليه بدوك التهم جبدوك التصاور اللي جمع هددهم بهم وخلاهم يوقفوا كاع الاحكام اللي صدروا في حقه. صافي صاحبنا مورا هاد الشيء طغى ولا كيدير اللي بغى حيت كان متاكد باللي واخا يدير اللي دار عمرو غيتشد. وهنا المخزن حقد على حياه امه وكلفوا المحقق تيم يحيد لي داك الشيء اللي كيهددهم به. في جهه اخرى الكراج ديالي وديالكم مارتين راجعه من كتامه وقفوها في المطار على قبل التفتيش. قلبوها مزيان حتى غيكتشفوا باللي الشنطه ديالها عامره بالسكر كلاصي. اختنا في هاد اللحظه داخت ما عرفت ما دير والحل الوحيد اللي كان عندها هو اتصل بعشير هاتم يلقى ليها شي حل وداك الشيء نيت اللي دارت. نرجعوا للوقت الحالي في اللي تلاقى تيري بمارتين في البواط اللي داروا فيها. جلسوا خداو شي كويسات موراها بدات كتعاود ليه على جابتو لهنا. قالت ليه باللي وهي في علاقه مع واحد خونا خدام مع الابناك عرفت منه باللي السيمانه الجايه غادي يبدو الاجهزه ديال الانذار. القرع قال ليه الله يعاونهم انا مالي في هاد الشيء. جاوباتو باللي السيمانه كامله غادي يكون البنك بلا انذار وهادي وجيبان براكيوه. القرع كان تاب ومزوج عنده جوج بنيتات وكان حاير واش يدخل معاها في هاد الشيء. قال ليها تعطيه شويه ديال الوقت يفكر وما خرج من تما نط عند المحقق تيم الكونطوار وغنعرفوا باللي هو اللي خلاها دير هاد الشيء وغنعرفوا علاش. في جهه اخرى غنشوفوا الضابطه قال في واحد الحفله صغيره منظمها مايكل اكس وهذا حكيم صاحب العزوه ويدو اليمنى مشاركه معاه في كاع الزبايل ديالو ومخبى عنده جزء من التصاور اللي كيهدد بهم المخزن وقال غتكون جات لنا باش تقرب منه وتحاول تاخذهم ليه. تيري من مور الملاقيه ديالو مع مارتين داز نيشان عند صحابو عاود لهم داكشي اللي اقترحت عليه وسولهم شنو بان ليهم. اصحابو مقطعين اللورا اكثر منه وقالوا ليه ندخلوا عليها. الغد اللي غنشوفوهم كيصوروا البنك وكيجمعوا المعلومات وفي نفس الوقت دخلات مارتين وتيري البنك بحجه يشوفوا صندوق الودائع الخاص بهم وهما نازلين للخزنه اللي فيها الصنادق تلاقاو مع ليو صاحب مايكل اكس طالع منها وغيكون حتى هو عنده شي صندوق فيها. دخلوا ليها جبدات مارتين الصندوق ديالها اما القرع تيري دار وسط الخزنه جمع المعلومات اللي غيحتاج وموراها دازو شافوا واحد المحل قريب للبنك وفي الليل غنشوفوهم كيدرسوا الخطه. مارتين قالت لهم ما بين المحل اللي شافوه والبنك كاين واحد المطعم صغير. الخطه هي غادي نحفروا نفق كيبدا من المحل دايس من تحت المطعم وكيخرج نيشان في الخزنه ديال البنك وباش يديروا هذا الشيء غيحتاجوا بزاف ديال المعدات والاعضاء اللي يكونوا ثقه. النهار الاخر بداو كيجمعوا الاعضاء اللي غيحتاجوا واول واحد مشاو عنده هو برنارد اللي كان خبير في الانفاق وكاع المعدات. موراها داز تيري عند واحد الصاد سميتو كاي عنده محل ديال الحوايج قنعوه حتى هو يدخل معاهم وهذا كاي غيكون ضمو القرع الفريق حيت غيحتاجوه باش يقدروا يكريو داك المحل. نمشيو دابا للكراج ديال القرع المساعده ديالو خدامه بحال ديما. دخلوا الرجال ديال داك جيسا اللي كيتسال تيري الفلوس وهاد المره خداو ليه الطوموبيل ديال شي كليان وقالوا للمساعده ديالو تقول ليه يجيب الفلوس اللي كيتسالو ويدوز ياخدها. نرجعوا عند صحابنا كراو داك المحل بوراق مزوره وجمعوا المعدات اللي غيحتاجوا وهما كيدرسوا الانفاق قبل ما يجي الويكاند ويبداو التنفيذ. غنشوفوا في الجهه الاخرى المحقق تيم كيهضر مع الرؤساء ديالو على هاد الشيء اللي كيوجد وغنعرفوا باللي هو اللي خلى مارتين تمشي تقترح عليهم هاد البراكاج وغيكون دار هاد الشيء باش في الوقيته اللي يدخلوا
هما للخزنة ويبداو يجمعوا الغنائم. تقصد هي الخزنة ديال ليو صاحب مايكل إكس، تجبد منها كاع داكشي اللي كيهدد به مايكل المخزن، وهكا غيبقاو غير شي تصاور عند صاحبو حاكم راه غتكلف بيهم كاع. بهذا الشيء غيقدروا يحاكموا مايكل بلا ما يخافوا من انه ممكن يقلب الدولة. صحابنا حطوا الطوموبيل ديالهم في الباركينغ اللي تحت المحل، من تما طلعوا المعدات وبداو الحفير حيت ما كانش عندهم بزاف ديال الوقت. الامور كانت غادا مزيان كيتقدموا بالزربه، ولكن مع وصلوا تحت المطعم بدا كامل كيتزعزع، وديك الساعه اتصلوا بالبوليس. وصحابنا خدامين ما بيهم ما عليهم حتى سمعوا الدقان، طلق يلقى بوليس يبرد ليه الماء في ركابي، ولكن كالما راسو طلب من صحابو يحبسوا، وطلع عند البوليس بصيفطو مول المحل جديد. سولوا البوليس اش كيديروا هنا، قال ليه راه معلقين بلاكه مكتوب فيها كنديروا شي اصلاحات. بقى البوليسي كيشوف فيه بان ليه راجل نقي صافي، طلب منه يحاول ينقصو شويه من الصداع وتحرك في حاله. وبهذا الشيء قدروا صحابنا يفلتوا هاد المره، ولكن حيت ما باغينش مفاجاه اخرى اضطروا يضموا لهم عضو اخر اللي هو ايدي. والمهمه ديال هاد خونا غتكون هي راقب الدنيا من واحد السطح مقابل مع البنك، ويعلمهم الا شاف شي حاجه ماشي حتى لهيه. مع حطوه في بلاصتو رجعوا يكملوا الحفير وهما مرتاحين، واحد كيحفر وتيري مورا كيعمل السطل بالتراب، وجوج الفوق كيتبادلوا على الجبيد. ومارتي المهمه ديالها هي تسخر ليهم، وما خدامين غيكون الضابط تيم حاط جوج ديال الضباط مراقبينهم من بعيد. داز عندهم سولهم كي غادا الامور، قالوا ليه على داك الضابط. ديك الساعه طلقهم هاد الليله يمشيو يرتاحوا، وتحرك هو للمحل يسمع واش مازال خدامين. من ظهره هو واقف تما ضرب عليه ايدي علمهم بهاد الشيء، وكون زاد غير شويه كان غيتفرش. ملي شافوا ايدي وعطاهم المواصفات ديالو قدرات مارتين تعرفوه هو، وديك الساعه دارت براسها غادا تجيب الكارو ومشات عنده البواط اللي كيكون فيها. قالت ليه على ايدي اللي مراقب من بعيد، وطلبات منه ما يعاودش يقرب المحل. وهما مازال كيهضروا دخل القرع، مارتين ضربت عليه بعدت على تيم بالزربه، ولكن مع من انت الحياه تمك. سولها شكون هذا، قالت ليه باللي غيبغى يتعرف عليها، وبطبيعه الحال صاحبنا ما تاقش بها، ومن هاد اللحظه غيولي حاضي معاها. من بعد مده ديال الحفير اخيرا وصلوا لتحت الخزنه، قطعوا السيمه بواحد الشاليمو هكا قدروا يدخلوا ليها. الخطه كانت غادا مزيان، كلشي كيبان هو هذاك، ولكن هما كيعلموا ايدي بالمستجدات ويسولوا واش الدنيا هانيه. بالصدفه شد واحد الصوت الموجود ديال اللاسيل كيسمع داكشي اللي كيقولوا، ومن الهضره ديالهم عرفوهم كيسرقوا شي بنك. وديك الساعه اتصل بالبوليس. مع دخلوا صحابنا للخزنه بداو كيفرعوا الصنادق ويجبدوا الغنائم، وكل واحد ساهي داكشي اللي كيدير. الا القرع غيكون حاضي مارتين بقى عاصر عليها وهي كتقاتل مع واحد الصندوق، ومع فتحاتو وقف عليها خدا داكشي اللي فيه. تما غنشوفوا الصوره ديال مايكل اكس، ومعها ضرب فيه كاع التصاور اللي كيهدد بهم الدوله. في الجهه الاخرى البوليس باش يعرفوا واش من بنك واقع فيه البراكاج خلاو واحد لومبيلونس الدور على البنوك وعصروا على ايدي، وغيكونوا داروا هاد الشيء حيت معاه غيضرب على لومبيلونس واقفه قدام البنك غيعلم صحابو، وديك الساعه غيعرف واش من بنك واقعه فيها السرقه. وداك الشيء نيت اللي وقع، بقات لومبيلونس كدور على البنوك، ومع وصلت البنك اللي كيبراكيو صحابنا شاف هادي ناض باش يعلمهم. وفي هاد اللحظه كان كلشي غيتفرشوا، ولكن من ظهرو يلاه بغا يهز اللاسيل كيعلمهم طاح ليه من تما تشتت. بقات لومبيلونس واقفه شويه، وملي ما بلغش ايدي صحابو قالوا البوليس اكيد ماشي هذا هو البنك، وامروها تحرك البنك اخرى. اما صحابنا فرعوا الصنادق جبدوا كاع داكشي اللي فيه، هبطوا اللاكا باش رجعوا في الطوموبيل، ومع تحركوا من تما امر سيم الرجال ديالو يوقفوهم ياخذوا لهم تصاور ويعتقلوهم. وداكشي نيت اللي داروا يلاه بعد الطوموبيل شويه على الباركينغ ووقفوها، ولكن ملي قلبوها تصدموا بها كتصفر. وفي هاد الوقيته غنشوفوا صحابنا هاربين في طوموبيل اخرى من تما، وغنعرفوا بلي القرع تيري عاقب تيم غايدير لهم شي بلان، وخلص داك الساط يخرج الطوموبيل من الباركينغ باش يلاهيهم بيد ما يهربوا من تما. تحركوا نيشان واحد ديبو كره القرع، وهما تما فرحانين بهذا الشيء اللي داروا. غيكون في الجهه الاخرى تيم كيسمع الهضره من عند الشاف ديالو حيت خلاهم يفلتوا بالتصاور، واكثر من هذا الشيء خداو معاهم كاع الغنائم اللي سرقوا. قسموا داك الشيء اللي تما وخدا كل واحد الحصه ديالو، ومع تحرك بامزو كاي في حالهم جبد القرع التصاور اللي جات على قبلهم مارتين، وطلب منها تشرح لهم هذا الشيء. هي حاولت تقنعهم باللي خرجت فيهم غير بالصدفه، ولكن مع من انت الحياه تمك القرع ما تاقش بيها. هنا مارتين لقات راسها حصلات وما بقى عندها حتى شي حل من غير انها تعاود لهم الحقيقه. قالت لهم باللي وهي جايه من العطه ديالها اللي دوزت في كسامه لصق ليها تيم التهمه ديال تهريب النعناع والسكر كلاصي، وداروا معاها اتفاق باش يخرجوها من الحبس بالمقابل تخلي القرع اللي كان كيطير في سرقه البنوك يعاونها يقتحموا البنك ويجيبوا لهم دوك التصاور. القرع تيري وصحابو عرفوا هذا الشيء سخطوا على حياه تما. ديفيد دار الحصه ديالو علق من تما، وبقى معاها غير تيري وكيفن.
تماما. حاولت تهدنهم، قالت لهم بلي الاتفاق كان انها تعطيهم غير التصاور وياخذوا الشيء الاخر. كاين القرع كان كيعرف هذا النوع ديال الناس ومتاكد باللي غير غادي ياخذوا التصاور غيصفيوها لهم كاملين، وما بعيدش بزاف يكونوا بداو كيقلبوا عليهم. مورا هذا الشيء جمعوا الحصص ديالهم في الطوموبيل وتحركوا من تما. والنهار الاخر اتصلت مارتين بتيم دارت معاه في واحد البلاصه باش تعطيه التصاور. الجهه الاخرى معاه فتح مدير البنك الخصنا ولقاها في ديك الحاله. عيط للبوليس والاخبار ديال السرقه انتشرت. ليو عرف هذا الشيء اتصل بمايكل اكس علمه وعلم شي صحاب اخرين كانوا حاطين شي وثائق تما، وكل شيء ولا كيقلب على صحابنا باش ياخذ داك الشيء ديالو. جات الوقيته اللي غيتلاقى فيها تيم مع مارتين وهو كيتسنى تجي يوقف عليه القرع. الرجال ديالو شافوه بداو قاصدينه. القرع صدم صاحبنا بالليله وقعت ليه شي حاجه كاع تصوروا المستندات غيخرجوا للصحافه. تيم سمع هذا الشيء طلب من الرجال ديالو يتراجعوا وعرف باللي الحل الوحيد اللي عنده هو يتفاوض معاه. سولو شنو المطلوب منه، قال ليه بغيت هويه جديده ليا ولكاع الفريق وتخرجونا من البلاد وتعطينا ورقه مسنيه ومختومه من عند كاع المسؤولين الكبار ديال البلاد باللي ما غيوقع لينا حتى شي حاجه. سولو تيم كيفاش غيقنع المسؤولين يسنيو ليه. اجبد ليه صاحبنا تصورهم في جزيره إبستين ديال ليو وغيكونوا كاع المسؤولين كيمشيو لتما. في هاد الوقيته غيبان باللي صحابنا مسيطرين على الوضع، ولكن في الجهه الاخرى غيكون ليو شد ديفو على طريقه عرف القرع. وديك الساعه صيفط الرجال ديالو للكراج يشدوه. تما لقاو غير ايدي اللي كان مكلب بالمراقبه خداوه وخلاو للمساعد الرقم ديال ليو. من بعد مده اتصل القرع بالسكرتيره ديالو يسولها كي غادا الخدمه. لقاها كتبكي، سولها شنو واقع، عاودت ليه البلان وعطاتو الرقم اللي خلاو ليه. اما قطع معاها حتى اتصل بالرقم وجاوبوا ليو. سولو القرع شنو بغا منه من صحابو، قال ليه جيب لي واحد المجلد احمر شفرتين من الصندوق وما يكون غير الخير اجمي. كي قال ليه صاحبنا ما لقينا حتى مجلد تيريف ديب صفاها ليه ورد عليه باللي من هنا شويه غيعاود يتصل به. وديك الساعه من الاحسن يكون عنده المجلد والله يصفيها حتى الايدي. اصحابنا من بعد هذا الشيء اللي وقع مشاو كيطيروا يقلبوا على المجلد، طلعوا للطوموبيل وفتحوا الخنشه ديال الدواسه اللي جبدوا من الصنادق وبالفعل غيكون المجلد وسطهم. فتحوا القرع قلبوا. تما تصدم عامر بالاسماء ديال كاع الضباط الفاسدين في لندن واللي سبق ليهم تعاملوا مع ليو دوز ليهم الرشوه في حساباتهم. ومن غير هذا الشيء لقاو بزاف ديال الادله وعرام ديال الناس متورطين. من التالي صحابنا عراو الدوله على مسعوده. من غير ديب اللي قتلوا ايدي اللي حابسينه قدروا يوصلوا لبامبا صفاوها ليه في طوموبيلته وقتلوا حتى الخبير في الانفاق كاع. بهذا الشيء بقاو غير 4 ايدي اللي مشدود عند ليو، القرع، مارتين وكيفن. وليو في البيرو ديالو كيتسنى شي خبر حتى صونا عليه القرع. سولو واش لقى المجلد، قال ليه موجود غير هي الخطه غادي تبدل الحياه امك. اعطاه واحد العنوان وقال ليه غدا مع 11 يجيب معاه ايدي ويجيب بوحدو ياخذ المجلد والا كاع الاخبار ديالو غيلقاها في الجرائد. جات الوقيته اللي غيتلاقاو فيها وصل ليو اللاكار والمساعد ديالو نزل ايدي وقصد صاحبنا حتى قربوا عنده باش يعطيو صاحبو ياخذوا المجلد وهما يضربوا على الرجال ديال تيم حسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك وداروا دوميتور وحلقوا. بغى صاحبنا يتبعهم ولكن ما يقدرش يمشي قبل ما يوصلوا لهوية المزوره اللي غياخذ في نفس البلاصه. من بعد مده قصيره وصل واحد من العائله الحكيمه عطى لصاحبنا الهويه جداد، شدهم تاكد منهم. ديك الساعه عطاهم الصور ديال الامير وتبع ليو. المساعد ديالو وصل ايدي للطوموبيل والقرع تابعهم لحق عليه وغيبان باللي حاقد عليه. القرع الفيلم كامل وهو صابر ما باغيش يدبس ولكن دابا غيكبتها مع حياه امه. غير وصل جاف ليو بكروشي للكرش ضربو بنص جابو للدص وبدا عليه بركن. هادي تنفع هادي الضر، اعطاه قتله ديال الكلاب. وصل المساعد ديالو الاول مع من انت، القرع غيب حياه امه. الثاني تيري فيه تخبع مور الطوموبيل وكيغفل هز حجره ضرب حياه امه للراس وهجم عليه. انتوما اللي ما تتبغيوش بنادم يبقى درويش كتبغيو غير الطوغات. جا فيه حيد ليه الفرد يطيحو في الارض جوج كروشيات حتى كيبان لينا صاحبنا ودع. وهو غادي لهداك اللي في الطوموبيل وصلوا البوليس اعتقلوا كلشي وغنعرفوا بلي القرع في طريقه لهنا عطى لكيفن ورقه من داك المجلد خداها لواحد الضابط سميتو روي وقال ليه يجي لهنا. وهذا روي غيكون هو الواحد اللي ما كانش في الليسته ديال الضباط اللي كياخذوا الرشوه من عند ليو. اعتقل ليو وكاع اللي معاه. اما تيري وصحابو فخلاهم يمشيو كيف ما اتفقوا. من بعد ما عطى تيري المجلد اللي فيه كاع الاسماء ديال الضباط الفاسدين واصلا واخا كون اعتقلوهم ما عندهم حتى شي دليل باللي داروا داك البراكاج، رجع صاحبنا للتيم والمسؤولين تصاورهم وخلى عنده شي وحدين حطيات في حالات بغاو يتقلبوا عليه. وبهذا الشيء مايكل اكس ما بقى عنده باش يهدد الدوله وهو في دارو في افريقيا اللي غيكون هرب ليها من بعد السرقه. هجموا عليه السلطات ديال البلاد وقياده التيم، اعتقلوه هو وكاع اللي معاه. ومن بعد التفتيش لقاو كاين ميته في الجرده ديال الدار وغيكون صفاها ليها من بعد ما عرفها مع البوليس. وفي الاخير تهناو صحابنا من كاع هادوك اللي باغيين يصفيو
نعطيوها ليهم، ياخداو الحصانة مع الدولة وكل واحد منهم مشى يعيش حياته بالحصة ديالو. وهنا أحبابي نكون وصلنا لنهاية الفيلم ديالنا، نتمنى الملخص يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش توصلوا بالجديد. تهلاو بسلامة.